نحن تلقينا دعوة من منظمة ترميديشن والخارجية المصرية والخارجية الفرنسية. في البدء برضو نحب نشكر أشقائنا في مصر لاستقبالهم لأشقائهم السودانيين في محنتهم، ونفتكر إنه ده واجب عليهم. نحن تلقينا الدعوة كأطراف أطراف كفاح مسلح لمناقشة الوضع الإنساني المزري في دارفور بعد الحرب الدائرة الآن في السودان. ما الذي تم داخل الاجتماعات؟ يعني على مدار 3 أيام اجتمعتم، والذي توصلتم إليه من خلال الاجتماعات؟ الذي تم انه ناقشنا مع الاطراف المعنيه الوضع الانساني في دارفور، انه بعد سيطره قوات الدعم السريع لاربع ولايات في دارفور، فاصبحت شعب دارفور شبه بيعيش في عزله او عقاب جماعي. فالإيصال المساعدات أصبح في صعوبة جدا جدا، والمنفذ الوحيد هو المنفذ بتاع بور السودان. ما توصلنا إليه في هذا الاتفاق إنه نفتح معابر أخرى لإيصال المساعدات عن طريق دولة تشاد أو دولة جنوب السودان أو عن طريق مصر. فطلبنا من الأخوة المصريين مساعدتهم في هذا الملف بالتحديد، باعتبارهم يحظون باحترام من كل طرفي الصراع. ونحن أيضا برضو بنوجه صوت من هنا لأطراف الصراع في السودان، إنه مراعاة الوضع الإنساني في دارفور وفي جنوب كردفان وفي شمال كردفان، ولكل الشعب السوداني إنه يسمحوا بإيصال المساعدات الإنسانية، لأن هذا أمر طارئ جدا. وشعبنا في دارفور الآن يفتقر لأقل المقومات الأساسية للحياة. هل كانت هناك عقبات واجهتكم خلال هذه الاجتماعات؟ العقبات التي واجهتني هي انه غياب احد طرفي الصراع من الورشه. هذا امر مؤسف جدا، نحن نتاسف لهذا الامر، انه الورشه هي كانت انسانيه بحته وليس فيها اي نقاش سياسي. ما طالبنا به هي حمايه المدنيين وايصال المساعدات اليهم. بالتالي هذا أثر على مجريات الورشة وعملها. والله بالفعل هو أثر، لأن احنا عملنا توصيات ورفعنا التوصيات، وبرضه بدورنا نحن لدينا اتصال مع كل أطراف الصراع، فبنحاول إنه نتواصل معهم ونصل لهم ما توصلنا إليه، تشكيل آلية مشتركة بين قوى الكفاح المسلح والدعم السريع وقوات الشعب المسلح، على أساس إنه يضعوا مسألة إيصال المساعدات الإنسانية أولوية بالنسبة لديهم. ما هي التوصيات التي رأيتموها من وجهة نظركم مهمة في التوقيت الحالي؟ في التوقيت الحالي طالبنا دولة مصر الشقيقة بإيصال مساعدات سريعة، وطالبنا فرنسا أيضا، وعلى أساس إنه يوصلوا مساعدات إنسانية بشكل عاجل في بجسر جوي أو فتح ممرات أخرى عن طريق دولة تشاد مثلا أو جنوب السودان أو مصر. نستطيع أن نقول أن هذه الخطوات كانت خطوات إيجابية وأن الورشة كانت إيجابية؟ بالفعل هي كانت إيجابية، وأخذنا يعني الإخوة في مصر وفي الخارجية الفرنسية طمنونا دون كلام إيجابي إنهم هيهتموا بالملف، وإن شاء الله هنصل لحلول إن شاء الله آنية.